بسم الله، السلام عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم مطلع الكوشه بزاف خفيف في وقفه وجدي خصوصي المبتدئات. نشوفوا واش عندنا المطلع تاعنا. حنعبر لكم بالكاس خصوصي المبتدئات. عندنا هنايا فرينه، هذا الكاس الثالث فوالا، وهذا الكاس الرابع، وهذا الكاس الخامس. دوك هنا عندنا مغرف كبيره تاع خميره الفوريه اللي هي خميره الخبز، وعندنا مغرف كبيره تاع السكر، وعندنا مغرف صغيره تزرارع، ما كثروش زراع، شويه برك مغرف صغيره فوالا تزرارع اللي هي حبه الحلاوه زرعه البسباس فوالا وكرويه. دوك هنايا عندنا مغرف صغيره ونص تاع ملح، مغرف صغيره ونص تاع الملح فوالا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم فيديو نفهم روحو اللي ما يفهموش عليا. زوج مغارف تاع الزيت باش الخبز تاعنا يجينا خفيف. تقدري تستغني على الزيت هذا، هذه اختياريه، الزيت تقدري تستغني عليه فوالا. المهم ركزي على الملح، الملح مغرفه صغيره ونص، مغرفه صغيره ونص تاع ملح فوالا. والزيت اختياري تقدري تستغني عليه، هذاك الزيت باش الخبز تاعنا يجينا خفيف ويجينا اكثر الخبز تاعنا مرخي. دوكا هنايا عندنا ماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، ماء دافي. راح نحط كاس ونص تاع الماء ونشوف من بعد لا خصني نزيد فوالا. بالنسبه لي ما فهموش عليا الفيديو نفهم روحي. دونك نبداو نعجنوه هنا ونبداو نحطوه في الماء بشويه. الا خصنا نزيدو الماء قلت لكم دافي، ماشي بارد وماشي سخون، خصوصي المبتدئات فوالا. هكذا مش حنقص لكم باش تفهموا العجين مليح، مش حنقص لكم الفيديو على بالي الفيديو حيجيكم طويل، بصح هكذا المبتدئات باش تفهموا مليح فوالا. ما تضربوش في الفيديو باش تفهموا مليح. هكذا نديروا العمليه هذه باش العجين تاعنا يدخل في بعضه هكذا، ومن بعد نلموها ونخلوها هكذا باش العجين يدخل في بعضها. نديروا هذه العمليه هكذا برك باش العجين يدخل في بعضها هكذا، تكون العجينه خفيفه معنا فوالا. دات معايا كاس ونص تاع الماء. دوكا هنايا نغمدوها بالسلوفان ولا ساشي، واش كان عندك سلوفان ولا ساشي، وخليها ونخلوها حتى تخمر. ما نقولكش الوقت، على حسب الحراره تاع المطبخ تاعك، خليها حتى تخمر فوالا. هذا الخبز بزاف خفيف سورتو المبتدئات واللي ما عندهاش الوقت تاني، بزاف خفيف. دوكا هنايا عندنا سنيوه على 32، ولا كانت عندك سنيوه طويله حطي 30 على 30 فوالا. ندهنوها بالزيت مليح. دوكا هنا شوفوا بعد ما خمرت معنا العجينه تاعنا، دزت عليها هكذا 15 دقيقه خمرت. انا هنايا خمرت لي تمتم 15 دقيقه خمرت. هذاك الساشي يعطيها السخانه، يخلي العجينه تاعنا تخمر لنا تمتم فوالا. دوك بعد ما خمرت نهبطوا لهذيك الخميره تاعها وخلوا العجينه تخمر. العجينه لازم تخمر باش الخبز تاعك يجيك ناجح، لازم العجينه تخمر. دوك نهبطوا هذيك، نشمخوا يدينا بالماء باش العجين ما يلصقناش في يدينا. نشمخوا يدينا شويه برك، ماشي حتى يولوا يقطروا، لا شويه برك. ونهبطوا ديك العجينه تاعنا ونبداو نديروا في العمليه هذه، نخبطوا العجين هكذا، نخبطوه باش الخبز تاعنا يجينا خفيف هكذا. نخبطوا العجين تاعنا، الخبز تاعنا يجينا خفيف كالقطن هكذا. شوفوا العمليه هذه خصوصي المبتدئات. دوك هنا بعد ما لميناه شوفوا العجينه شحال راهي خفيفه معنا، تكون خفيفه باش الخبز تاعك يجيك خفيف، العجينه ما تكونش يابسه. دوك هنايا نحط شويه تاع ماء برك، ندهن شويه تاع ماء هكذا برك، شويه برك. انا ما نحبش ندير الفرينه توسخ لي الكوزينه، نحب هكذا ندهن بشويه تاع ماء ونحط العجينه تاعي ونبدا ندير العمليه هذه كيما نديروها بالفرينه، كيما يديروها امهاتنا بالفرينه. انا ما نحبش نحط الفرينه، حطيت شويه تاع ماء هكذا ولا زيت، ماء ولا زيت، ماشي بزاف، شويه برك باش ما يلصقلكش العجين برك. دوك السنيوه تاعنا هي اللي دهناها، قلت لكم على 32 سنيوه هذه، ولا كانت عندكم سنيوه طويله ديروا 30 على 30 فوالا. دوكا هنايا نبداو هنا نرشوا هذيك السنيوه تاعنا عفوا بالسميد الخشين باش تجينا فيها هذيك البنه تاع السميد، وديك هكذا تجينا مرمله هذيك الخبز تاعنا. ومن بعد نحط شويه تاع زيت برك، ندهن هذيك العجينه من الفوق ونبدا نخبز باش ما نحطش الفرينه. كما تقدروا تحطوا الفرينه وتخبزوا عادي، انا ما نحبش نخدم بالفرينه فوالا. حطيت شويه تاع الزيت باش ما يلصقليش العجين في يدي وبديت نخبز. ومن بعد هنا رشيت لها شويه تاع زرارع ماشي بزاف، ودوك نغطوها ونخلوها حتى تخمر. دوك هاي لكم العجينه تاعنا بعد ما خمرت، عفوا المطلوعات تاعنا بعد ما خمرت فوالا. جازت عليها هنايا هكذاك واحد ثاني كيف واحد هكذاك واحد 10 دقائق، 10 دقائق خمرت فوالا، ما طولتش
هكذاك 10 دقائق خمرت. فوالا هنا حطيت لها حاجه تحت السنيوه، قماش تحت السنيوه باش تخمر لي. فوالا باش تخمر تمتم. هاي اللي خمرت العجينه تاعنا. دوك نشعلوا الفور لمده 20 دقيقه، نشعلوا له الفوق والتحت، نشعلوا له على الجهتين ونشعلوه على 300 درجه، 300 درجه عفوا. الخبز يحبس الفور يكون سخون. فوالا نشعلوا على 300 درجه ونشعلوه 20 دقيقه من قبل، نخلوه الفور يسخن مليح ومن بعد نحطوا المطلوع تاعنا. دوك المطلوع تاعنا بعد ما طابت شعلنا الفوق والتحت، قعدت لينا هكذاك 20 دقيقه في الفور. بعد ما طابت كي نشوفوها طابت تحمرت من الفوق ومن تحت نحوها. بعد ما طابت دوك راح نحط عليها شويه تاع الزيت وندهنها هكذا بالباسو، هذه اختياري باش تعطينا هذاك اللمعان هذا مكان. فوالا ما نخبي عليكم والو، نحب نوري لكم كلش. فوالا باش تعطينا هذاك اللمعان اللي يجي في الخبز، باش الخبز تاعنا يولي يبري هذا مكان ويعطيه تاني قوه ويعطيه ريحه. هذاك الزيت ولا سمن ولا زبده واش كان عندك، ونغطوها ونخلوه حتى تطرى. دوك بعد ما طرى معنا الخبز تاعنا تمتم يكون شويه قاصح، نغطوها ونخلوها تطرى. شوفوا كيفاش طرات معنا، شوفوا جات كل بريوش، جات كل بريوش. هذه المطلوعه جات بزاف خفيفه، جات كشغل بريوش. دوك نحوها من السنيوه هكذا، نحطوه على قماش يكون ناشف. هاي لكم شوفوا كيفاش طابت معنا من تحت. شوفوا هنايا، شوفوا شحال راهي خفيفه معنا. هذوك زوج مغارف تاع الزيت يخلوها هكذا تجي المطلوع تاعنا يجي خفيف، يجيك القطن. شفتوا شحال خفيفه معنا، شفتوا كيفاش كانت مرخيه معنا. فوالا دوكا هذا هو الخبز تاعنا وهذا هو المطلوع تاعنا. خصوصي المبتدئات ان شاء الله يعجبكم، واللي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد، واللي عجبتكم ديروا لايك، بارطاجيو فيديوهاتي ما تنساوش. هذا المطلوع بزاف خفيف وبزاف بنين، فرحي به العائله تاعك. فوالا بالنسبه اللي عندها عائله كبيره راح يكفيك. هذه راهي فيها زوج خبزات وشويه. كي نديروا خبزه صغيره، كي نديروا خبزه صغيره خبزه نورمال معبره، راهي فيها زوج خبزات وشويه حتى 3 خبزات. فوالا راهي فيها هنايا حتى 3 خبزات. دوك هنايا نقسمها لكم باش تبان. شوفوا شحال راهي مرخيه معنا، شوفوا داك المطلوع، شوفوا شحال مرخي معنا. هذيك قلت لكم دوك زوج مغارف تاع الزيت هو اللي يخلي المطلوع تاعنا كدا يجي مرخي. تقدري تستغناي على هذوك زوج مغارف تاع الزيت. فوالا هاو ليكم المطلوع تاعنا، شوفوا جاك القطن. شوفوا هنا يبان لكم بلي المطلوع راه ناجح. كي نديروا المطلوع هكذا ويرجع يبان بلي ناجح وطايب وناشف، جات كيما البريوش. فوالا هذه المطلوعات جات بزاف خفيفه وبزاف بنينه، فرحي بها العائله تاعك. فوالا سختو اللي يعجزوا ما فيهاش شتو، ما فيهاش تعب، خلاص في وقفه وجديها، ما فيها لا تعب لا والو. ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتها ان شاء الله تنجح لكم. فوالا ما تعجزوش، ما فيها لا تعب لا والو. ومع دوك راهي سخانه المطلوع ما يشدش الوقت، تمتم يخمر. ان شاء الله تعجبكم، اللي عجبتكم ديروا لايك. شهيتكم في الجنه، ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ومع السلامه.